حط شخص في بالك ويلا بينا نشوف نوايا الشخص اللي انت حطيته في بالك اتجاهك ايه. نوايا حبيبك اتجاهك ايه. والله انا شايفة الشخص ده يعني ناوي. هو تعب من طاقة التواصل الروحي اللي ما بينك وما بينه. ناوي يعني يراقبك، لان هو حاسس ان انت الفترة دي سعيد من غيره ومش مهتم بيه تماما وتجاهلته، هو اللي عمال يشتاق لك ويفكر فيك، فخايف ان يكون هو بس اللي بيحن لك وانت مش بتفكر فيه ولا بتشتاق له. فناوي يراقبك شوية لحد ما يشوف انت بطلت تحبه ولا لا. لان انت اكتر حد اهتميت بيه زمان، فهو يعني بيحس ازاي الحب ده والاهتمام ده يتحول للا شيء في الوقت الحالي، ازاي انت متجاهله، ازاي عارف تبعد، ازاي عارف تديه ظهرك في الوقت الحالي. عندي هنا يعني كارت العشاق، ناوي الشخص ده هو عايز يرجع العلاقة معاك واحدة واحدة، بس هو بيراقبك في الوقت الحالي لأنه حسك سعيد من غيره وتأقلمت على البعد. وهو ممكن كان بيحاول يعلقك بيه عن طريق إن هو يبقى اون واوف، أو يجمد العلاقة معاك أو يتأخر عليك في الرد. شايفة الشخص ده مفتقدك جدا وناوي يعلقك بيه. الشخص ده بيحس بطاقة انجذاب جسدي قوية، والعلاقة دي كان ممكن بسبب ان انتوا تخسروا بعض، ان الشخص ده كان بيعاملك على ان انت مجرد علاقة جسدية او رغبة قوية او ان انت مجرد شخص جميل وخلاص، ما كانش فيها توازن. الشخص ده عايز يستقر معاك مرة تانية، لانه اكتشف ان حياته مش متوازنة من غيرك. في طاقة رجوع خلال عدتين من وقت سماعك للقراءة. في طاقة رجوع من ما بين 22 لحد 30/12 بقوة. الشخص ده يعني بيراقبك ويعني عايز يعرف انت في حد في حياتك غيره ولا لأ، وهتختاره لو رجع لك مرة تانية ولا لأ.